السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النادي الأهلي ختم المعسكر بتاعه النهاردة، والحمد لله راجعين على مصر عشان ياخدوا راحة 48 ساعة ويبدأوا التدريب عشان يتجهوا للسعودية عشان نلعب كاس السوبر قدام اتحاد العاصمة الجزائري. بس الكابتن محمود النهاردة، كابتن محمود الخطيب، كان حريص جدا انه يحضر. عاملين حفلة صغيرة كده لسيادة السفير المصري، وسلموه علم الاهلي ودرع الاهلي على اللي هو عمله معاهم. وقف معاهم في التأشيرات، وقف معاهم في الحاجات، فهم كانوا واعدين السفير بكده. فالكابتن محمود الخطيب، الكلام ده كان قبل الاصابه، فلما اتصاب جاي بقى لابس كاب وبتاع، فالناس بتقول لك ايه، هو كان حريص انه يحضر الماتش الودي. لكن الموضوع مش حريص انه يحضر الماتش الودي وبتاع، هو كان جاي عشان كلمته مع السفير. وختموا المعسكر والحمد لله، واللاعيبه خلاص في وصولها لمصر، وان شاء الله يبقى معسكر مفيد جدا للاهلي. خالد بيبو مبسوط جدا 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 من المعسكر، وكولر مبسوط من اداء اللعيبه. غلبوا 3-1. الاهلي جه فيه جون كده في اول ثواني، وبعد كده غلبوا 3-1. كهربا ضيع ضربة جزاء، وبعدين جاب جون، وصلاح محسن جاب جون، واللعيب الجديد بتاعنا ده جاب جون. فكان ماتش كويس جدا، رغم ان الاهلي كان غايب منه 14 لعيب. فكان معسكر كويس الحمد لله، ودي بداية قوية للاهلي. الهيصة بقى في ايه؟ السعودية عاملة هيصة من ساعة ما القرعة طلعت. هنلاعب الاهلي، هنلاعب الاهلي، الاهلي احنا مش الهلال احنا. يا جماعة ده لسه الموضوع بدري جدا، ده احنا في شهر 9 والماتش في شهر 12. وبعدين اتحاد جدة يعني فريق مش، هو فريق قوي جدا وجايب نجوم العالم، بس احنا الاهلي. الموضوع ما هوش. وبعدين احنا رايحين كاس العالم للانديه، انتوا فاهمين الموضوع؟ احنا رايحين كاس العالم للانديه، فانت هتلاعب عظماء العالم. فالموضوع يعني عادي جدا بالنسبه للاهلي، هيلاعب اي فريق. هو باستثناء اوكلاند سيتي كل الفرق مستواها عالي جدا جدا جدا، والاهلي واخد على كده ومتعود على كده. وهم جربوا اخر مره كنا مغلوبين من الفريق البرازيلي ده، وقلنا احنا الهلال رخرة هتاخدنا والدنيا، واللي راح للهلال الاتجاه كان رايح ان الهلال هيكسب وبتاع. فوجئنا بالاهلي داس على الهلال كسب 4. فالموضوع ملوش مقاييس يا جماعه. هنقعد نقول بقى ايه، احنا مش الهلال واحنا. الاتحاد فريق قوي قوي ودعم فريقه جامد، بس احنا الاهلي برضو دعم فريقه قوي جدا جدا جدا. وبعدين لسه قدامنا 3 شهور على البطولة، تكون اللعيبة كلها الجديدة بالمهاجم اللي ان شاء الله هيعلنوا عنه بعد ساعات، هيكونوا اندمجوا مع الفريق وشربوا خطة مارسيل كولر، وهتتفرج على بطولة عالمية فعلا يعني. والاهلي متمرس في الحاجات دي، ده 9 مرة يروح كاس العالم للأندية. فالموضوع سابق لاوانه ان احنا نقعد نقول ايه، احنا الاتحاد، احنا مش الهلال احنا. الموضوع ده سابق لاوانه يا جماعه. واحنا هنقول لكم كلمه واحده بس، بصوا على الاهلي وتاريخه. نروح بقى للاهلي مع سيمبا. احنا بنكلم وزاره الداخليه عندنا هنا والامن ان احنا هنروح نلعب في سيمبا في تنزانيا في استاد السلام قدام 60,000 متفرج. هنلعب قدام 60,000 متفرج. ما نجيش هنا اللي يوم بقى حط لنا 10,000 و5,000 والشغل البايت اللي بيحصل ده. احنا هنروح نلعب قدام 60,000 متفرج، نيجي نلعب في استاد القاهرة هنا، الاستاد يبقى متقفل جماهير. احنا مش اقل من الناس دي، والامن بتاعنا مش اقل من الامن عندهم عشان يعملوا ماتش ب60,000 متفرج. احنا طبعا واثقين في الداخلية وواثقين في الامن بتاعنا ان الاستاد ان شاء الله يبقى متقفل. نروح لحاجة تانية بقى. سيمبا عاملة استعداداتها
ويعني متحفزين ومستعدين للاهلي جدا جدا جدا، لدرجة ان هم حاطين مكافآت، يعني حاطين لكل لعيب 10,000 دولار مكافأة. طبعا بالنسبة لسيمبا 10,000 مكافأة دي لكل لعيب حاجة جامدة جدا جدا جدا. يعني لما يبقى عنده 30 لعيب في 10,000 احسب بقى. فالموضوع يعني الناس عاملة حساب للأهلي جدا، والموضوع بالنسبة لهم هم شايفينه مش سهل جامد. وان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى سيمبا. كل الناس بقى عماله تقول لك ايه، ياه انا الاهلي سيمبا يا جدعان، احنا نخلص سيمبا وبعدين نبص نشوف صن داونز نشوف مش عارف مين، بس احنا نخلص ماتش ماتش. هنفكر في صن داونز قبل سيمبا، مش هنتخطى سيمبا. فخدوها مني كلمه وخليكم فاكرينها، ماتش سيمبا اصعب من ماتش صن داونز. ازاي يا عم الحاج؟ هقول لك انا ازاي. ماتش سيمبا بداية البطولة ولازم تبدأ بداية قوية، وهم عاملين حسابهم ليك 1000 مرة. اما ماتش صن داونز، كولر مش هيتغلب من صن داونز مرتين ورا بعض. الراجل ده لو تلاحظوا ان من بعد الماتش اللي اتغلبناه 5 في دوري الابطال، ان الماتش ده يعني كان في مصلحة الاهلي. كولر ده اتغير 180 درجة ولا 380 درجة. لو تلاحظوا كولر قبل صن داونز غير كولر بعد صن داونز. كولر بقى يحسب حساباته، يعرف ازاي يهاجم وازاي يدافع. كولر على طول اول ما جه الاهلي كان كل لعبه هجومي، وانتوا شفتوا الكلام ده قدام فلامينكو في كاس العالم للانديه لما اتغلبنا قبل الهلال، وشفتوا الكلام دوت قدام ريال مدريد. كان لعبه كله، هو صحيح كان بيمتعك ويهاجم بس كان بيخش فينا جوان كنا. فهو الراجل عرف يوزن الامور. فانتوا ما تقلقوش جدا على ماتش صن داونز. ماتش صن داونز ان شاء الله احنا هنلعب الماتش الاولاني هناك والتاني هنا زي سيمبا بالظبط. فان شاء الله الاهلي تخطيه لصن داونز اسهل من سيمبا. وبقى افتكروا كلامي ده ان شاء الله، وربنا باذن الله يوفق الاهلي في كل البطولات اللي داخلها. اداره الاهلي بعت الجواب لاتحاد الكوره عشان تستفسر عن جوائز دوري الافريقي اللي هو كاس السوبر الافريقي اللي هم بيقولوا عليه الدوري الافريقي. بعت يسال عن الجوائز، والجوائز ايه وامتى وطريقه السفر والحجز ومش عارف ايه، لان الاتحاد الافريقي مبهم كده، مش موضح اي حاجه، مفيش حاجه واضحه بصراحه. الراجل اللي ماسك الاتحاد الافريقي ده حاجه يعني سيئه جدا، متسبي ده. احنا كنا بنتريق على عيسى حياته، والله العظيم عيسى حياته ده كان ماشي زي الساعه، كان ممشي افريقيا دي زي الساعه. فربنا كريم، والايام الجايه ان شاء الله تبقى خير للاهلي. وهو بعت الجواب عشان يستفسر عن الجوائز وطريقه السفر والحجز والكلام ده. امبارح كنا طلعنا فيديو بالليل كده، كان خبر كده عن شكوى بيراميدز لمدير شركه النادي الاهلي اللي هو الاستاذ عادل القيعي وابراهيم المنيسي. بصوا يا جماعه، عشان بس ايه، الوزاره طلعت بيان قالت لك احنا ما نعرفش حاجه عن الكلام دوت والبتاع. طب الجواب اللي خارج من الوزاره ده ولازم يأشر عليه الوزير، ايه مضى عليه وهو نايم؟ فالموضوع ده كله يا جماعه باين. هو الموضوع ده كله الاهلي داخل على بطولات وبطولات مهمه، فالموضوع ده كله هيصه ودوشه للاهلي قبل بطولاته. هتقول لي اشمعنى ممدوح عيد؟ هقول لك ما هو اللي مشغل ممدوح عيد هو كان عامل النادي ده اصلا عشان يقعد يضايق في الاهلي. فهو الموضوع ده من اللي مشغل ممدوح عيد. اي نكشه اي حاجه اي بتاع، بس هو جابها على نفسه. ده كوكا نفسه معترف ان انت ساعدته، اقول لك ده زي اخويا، ده كان اخويا يقدر يعمل معايا اي حاجه بس هو مش وكيلي. يعني انت هربت لعيب واتطردت من الاهلي بسببه. يعني انت اتكرشت من الاهلي. كابتن حسن حمدي اول ما عرف الموضوع قال لك ساعه ما شافوش في النادي،
فانت هتقلب على نفسك مواجع وبتاع، ها، عشان امر خدته من سيدك ان انت اعمل وش عند الاهلي وبتاع ومش عارف ايه. وبعدين عادل القيعي راجل مش قليل ان هو يقول كلمه مش صحيحه، هو قال الكلمه وعارفها. والمنيسي طلع النهارده وطلع قال لك احنا لا بنخاف منك ولا من الوزير، لان الموضوع قانونيا سليم، وهو هرب اللعيب ومتصور والتذكره كان معاه على الطياره، واللعيب نفسه قال كده احمد كوكا. فيا جماعه بلاش ايه هوسه وهيصه، هم عاملين الوش ده هو عشان يشغلوا الاهلي عن اللي هو بيعمله. الاهلي بيستعد ورايح لبطوله وخارج من بطوله لبطوله، ده السنه دي مفحته، فهم عايزين يشتتوا تفكير الاهلي. فالموضوع ده طبعا بعيد عن اذهانهم خالص، كل الكلام ده ما يشغلش الاهلي في اي حاجه، ها. ودي بقى شؤون قانونيه، بتوع الشؤون القانونيه يتصرفوا فيها. وفضلا وليس امرا تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. يا ريت يا جماعه تدعمونا بلايك عشان الفيديو ينتشر والناس كلها تشوفه. في صندوق الوصف اللي عايز يتفرج على القناه من صندوق الوصف يخش على اللينك يتفرج عليها من على الواتساب. السلام عليكم.